لو عايز تقرأ ECG كويس لازم تتابع السلسلة دي، وده تالت فيديو في السلسلة. في سؤال مهم جدا، هو احنا ليه عملنا الكاميرات دي كلها؟ نقصد هنا بالكاميرات بالليدز او الالكترودز، عشان لما يحصل اي مشكلة في اي اريا من القلب انا بقدر احدد مكانها وبعرف السبب كمان. ازاي؟ برضو عن طريق الليدز دي، لان كل مجموعة من الليدز بتصور لي القلب بزاوية معينة زي ما موجود في الصورة كده. يعني على سبيل المثال ليد 1 و AVL و V5 و V6 دول بيصوروا لي اللاترال وول، وليد 2 و ليد 3 و AVF دول بيصوروا لي الانفيريور وول، ومن V1 لحد V4 بيصوروا لي الانتيريور وول. لحد هنا كويس. تاني حاجة لازم اعرفها الكورونري ارتري، البلاد سبلاي اوف ذا هارت. الكورونري ارتري عندي منه اتنين، يا اما رايت كورونري ارتري يا اما الليفت كورونري ارتري. والليفت بينقسم ل 2 ارتري، الليفت anterior descending والسيركمفلكس. طب عندي هنا الرايت coronary artery ده بيسبلاي الانفيريور سيرفيس، انما الليفت anterior descending بيسبلاي الانتيريور سيرفيس، والسيركمفلكس بيسبلاي اللاترال سيرفيس. طب انا بقرا ورقه الاي سي جي ازاي؟ دي كده ورقه اي سي جي بتيجي لي بالمنظر ده. طبعا بتبقى يعني مش بنفس الالوان، يعني هي بتيجي بنفس اللون ده تقريبا، بس يعني احنا محددها كده عشان نفهم. فانا بقراها ازاي؟ انا بقراها سيرفيس باي سيرفيس او وول باي وول، بقرا كل وول لوحده. انا عارف ان انا كل مجموعه بتصور لي سيرفيس معين. على سبيل المثال الانتيريور وول، انا هنا عارف ان من V1 لحد V4، فهروح ابص ادي V1 و V2 و V3 و V4، لقيت نورمال تمام، لقيت فيهم abnormality حلو، فانا عايز اعرف ايه سبب الابنورماليتي ده. البلاد سبلاي اللي بيغذي لي الاريا دي. طب ايه هو البلاد سبلاي اللي بيغذي لي الانتيريور وول؟ الليفت انتيريور ديسندنج. في مشكله هي اللي سببت لي الابنورماليتي دي. وكذلك مثلا الانفيريور وول، انا ببص ليد 2 وليد 3 و AVF، انا حافظ دول، انا دول لازم احفظهم، فانا لقيت فيهم ابنورماليتي. حلو، ايه سببهم؟ البلاد سبلاي اللي بيغذي لي الانفيريور وول. طب ايه هو؟ الرايت كورونري ارتري، في مشكله هي اللي سببت لي الابنورماليتي دي. وكذلك اللاترال وول لو لقيت فيه ابنورماليتي فالمشكله هتكون في سيركمفلكس ارتري. بس كده.